كلنا بنعمل صينية البطاطس بالفراخ وبنعملها باللحمة، ولكن كل طريقة بتختلف عن التانية. النهاردة هنقول طريقة جديدة جدا وإن شاء الله تنال إعجابكم. يلا بينا نشوف هنعمل صينية البطاطس الجميلة دي إزاي. أول حاجة إن أنا بجيب الفراخ حسب عدد أفراد الأسرة. ببدأ إن أنا أغسلها بالمية والملح والخل والليمون، وبصفيها كويس جدا، وببدأ إن أنا أقسم كل جزء لوحده. يعني الورك بقسمه على جزئين، الصدر بتاع الفرخة بقسمه على 3 أجزاء. ممكن أشيل الجلد خالص، ولو الجلد ثابت في الفرخة مفيش مشكلة. وبعد كده ببدأ أعصر عليها كمية كبيرة من الليمون، وأحط عليها شوية من الفلفل الأسود وشوية من بهارات الفراخ، وكمان بحط عليها فصين من الثوم مهروسين وشوية من بابريكا وشوية من الملح. وببدأ ان انا ادلكها كويس جدا، طبعا مع شوية من الكزبرة الناشفة، وادلكها كويس جدا واسيبها ربع ساعة. وبعد كده بجيب حلة، بحط فيها شوية من الزبدة وشوية من الزيت، بتكون درجة حرارتها عالية. ببدأ احط الفراخ عشان تاخد صدمة وتحتفظ بالسوائل جواها. وببدأ بعد كده اقلبها، مش هضيف لا بصل ولا توم ولا اي حاجة، غير اني بس بقعد اقلب في الفراخ لحد ما بتاخد اللون ده، حوالي مثلا 3/4 سوا. ببدأ اشيل الفراخ من الحلة، بتكون خلاص خدت التتبيله بتاعتها. بضيف لها طبعا اللي هو ورق الغار بودر، وببدا اضيف لها حبهان بودر. وبعد كده ببدا اشيلها واحط مكانها على طول البطاطس اللي انا مقطعاها مكعبات، ومعاها الجزر ومعاها شويه من الفلفل الاسود. ببدا اقلبهم في السمنه والزيت اللي انا حطيتهم، وببدا بعد كده اضيف لهم بصله مبشوره. طبعا بضيف عليها شوية من الفلفل الأسود، شوية من الكزبرة الناشفة، وبضيف عليها حوالي 6 فصوص من الثوم، ومعاهم الفلفل الأخضر. ممكن أضيف اللي هو الفلفل الألوان الأحمر أو الأصفر عشان تديها قيمة غذائية، وفي نفس الوقت بيديها طعم جميل جدا. أنا قلبت البطاطس هنا وضفت لها كمان الفراخ بعد ما شلتها عشان تاخد من طعم البطاطس. وببدأ بعد كده أحطها في صينية في الفرن لمدة بس ربع ساعة، وبعد كده تحت الشواية عليها شوية من البابريكا وشوية من صوص الطماطم. بتطلع بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين طلع البطاطس في منتهى الجمال وشكل الفراخ. يعني بصراحة طعم وريحة. عايزة اقول لكم جربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. الطريقة دي جميلة جدا وبتطلع الفراخ شكلها حلو وطعمها كمان اجمل. يا رب فيديوهاتي كلها تعجبكم وتنال رضاكم. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. وعايزة أقول لكم إن الصنف ده بيكون جميل جدا، وخاصة في العزومات. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.